حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة وألف عافية يا رب. معاكم خالد كمال، برنامج كورة اون تايم. في بداية كلامي، كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعيد عليكم أيام بخير. رمضان كريم عليكم يا رب، ويا رب يا رب شهر الخير دوت يعم على الناس كلها، كل الناس تبقى مبسوطة، كل الناس تبقى فرحانة. ربنا يا رب يجلب لنا راحة البال ويعود علينا الأيام بخير يا رب. فرمضان كريم عليكم وأنا مبسوط إن أنا معاكم. بطلب بقى من حضراتكم الدعم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. واللي يعجبه الفيديو دوت يدوس لايك ويشيره في كل حتة. هتكلم معاكم النهاردة في موضوع موضوع يعني يهمنا كلنا، موضوع يهم كل الناس اللي بتحب الكورة، كل الناس اللي بتتابع كورة، ألا وهو موضوع أخش معاك على طول في الموضوع بسرعة. موضوع الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي وقد إيه الإعلام الرياضي ده بيأثر في سلوك الشباب، بيأثر في سلوك الناس، بيأثر في تفكير الناس. إن هو يأثر على تفكيرهم، وإن هم إزاي يبقى سلوكهم سلوك حضاري وسلوك محترم وبعيد عن التعصب وقلة الأدب. فالنهارده كل واحد فينا، أو يعني إحنا كمصريين، بنسبة 75% احنا بنشجع لأهلي لا زمالك. وال 25% التانيين ان هم الأندية الجماهيرية، اللي هم بقى ايه؟ الاتحاد المصري، المنصورة، يعني كل الفرق الجماهيرية تمثل 25% من الجمهور المصري. فال 75% يمثلوا أهلي وزمالك. كل بيت عندنا في أهلاوية في زملكاوية. أنا مثلا زملكاوي، مراتي أهلاوية، ابني أهلاوي، أمي زملكاوية، أخويا زملكاوي. فكل بيت فيه الأهلاوي وفيه الزملكاوي. بس بعيدا عن ان انت اهلاوي او زملكاوي، لازم أن تكون انسان محترم، لازم أن تكون في تشجيعك انسان محترم، لازم أن تكون في انتمائك بني ادم محترم. بمعنى انا راجل دلوقتي طالع صريح معاكم من بدايه ما طلعت معاكم في البرنامج دوت، وهو ان انا بقول انا بعلن عن انتمائي، ان ده مش حاجه وحشه او حاجه عيب ان انا اتكسف منها او ان انا اخبيها عن الناس. لا، انا راجل زملكاوي، بحب الزمالك، بفرح لما الزمالك بيكسب، بزعل لما الزمالك بيخسر. لو في ايجابيات بقولها، لو في سلبيات هقولها. بطلع اتكلم عن النادي الاهلي وعن كل حاجه تخص الكوره في مصر، بتكلم بكل ادب بكل احترام. بتكلم عن الاهلي باحترام، بتكلم عن مجلس ادارته باحترام، بتكلم عن جماهيره باحترام. فاحنا كلنا ولاد بلد واحده، احنا كلنا شعب واحد. فحته ان انا اطلع ان انا اهين الفرقه المنافسه ليا، او ان انا انتقد الفرقه المنافسه ليا انتقادات فيها قله ادب وفيها كلام مش كويس. لا، انا راجل هطلع انتقد الاهلي او هنتقد الزمالك في اطار الاحترام، في اطار اللي انا شايفه. انا شايف والله ان الامر ده، واحد ممكن حد من حضراتكم يختلف معايا في الراي، مفيش اي مشكله. انا طالع بقول ان النهارده الاهلي لعب كويس جدا. في واحد مشجع اهلاوي يقول لي لا بعد اذنك، انا شايف ان الاهلي النهارده لعب وحش، الاهلي النهارده ما كانش بيلعب كويس. محترم جدا، احترم رايه، ونقعد نتناقش مع بعض ايه الايجابيات اللي كانت في الماتش وايه السلبيات اللي كانت في الماتش، والعكس صحيح برضك بالنسبه للزمالك. فالحته بقى اللي هتكلم فيها النهارده وهي المذيعين اللي في الاعلام الرياضي، سواء في الاذاعه او في التلفزيون. وانا هطلع اتكلم معاكم بالاسماء، انا مش هقعد اشوقكم واقول كذا وكذا. لا، يعني مثلا في على اذاعه اون تايم سبورت على الاف ام، مذيع بحترمه، بكن له كل ادب، بكن له كل احترام وتقدير، الاستاذ ماركو مراد. ان هو طالع بحس كل كلامه عن الزمالك باستهتار، باستهزاء. الزمالك بيواجه شبح ان هو في الدوري، ان هو ما يلحقش البطولات الافريقيه السنه الجايه. قد ايه هو موقفه صعب في بطوله افريقيا. فانا ما عنديش مشكله انت تقول الكلام ده، بس تقوله في اطار ان انت يعني ما تجيش على مشاعر الزملكاويه، او ما تجيش في كلامك تقلل من الزمالك. لا، حضرتك ما تقللش من الزمالك، حضرتك ما تقللش من الزمالك. يعني كل ما تيجي فقره عن النادي الاهلي، حتى لو الاهلي في موقف صعب،
الاهلي كبير افريقيا، الاهلي في انتفاضه، الاهلي ماشي، الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي كبير افريقيا ومن اكبر انديه افريقيا، تمام، ما عنديش اي اختلاف معاك في كده. بس ان انت لما تيجي تتكلم على الزمالك تدي له حقه، مش لما تيجي على الزمالك تقول الزمالك موقفه صعب في الدوري، والزمالك على طول في مشاكل، والزمالك على طول في خلافات، واحنا ما بيعديش يوم الا لما نتكلم عن الزمالك، والزمالك الله يكون في عونه ليه تقلل حضرتك من الزمالك؟ اي نادي في العالم فيه مشاكل، اي نادي في العالم فيه تخبطات اداريه، تخبطات في الاداره الماليه، تخبطات في الاداره الفنيه، في اي نادي في العالم فيه كده، الاهلي فيه كده، الاهلي فيه كده. فحضرتك ما تجيش كل ما تتكلم عن نادي الزمالك احس من كلامك ان انت الله يكون في عون الزملكاويه، الله يكون في عون. حضرتك انت لما تيجي تتكلم في الاذاعه انت بتتكلم قصاد ملايين، بتسمعك ملايين. حضرتك انتمائك ده ما بينك وبين نفسك، لما تيجي تتكلم عن نادي بحجم نادي الزمالك تتكلم بطريقه كويسه عنه، تتكلم تدي النادي ده حقه، مش تدي له حقه باستهتارك وباستهزائك في الكلام عن النادي. لا حضرتك انت انتمائك ده ما بينك وما بين نفسك، مش ما بينك مش قصاد الملايين. انا دلوقتي كمشجع لنادي الزمالك مثلا راكب العربيه وسايق العربيه وفاتح الاذاعه او الراديو، وشايفك بتتكلم انت عن فرقتي بالطريقه دي، انا دلوقتي بعيد عن البرنامج، او بعيد ان انا ما مش بتكلم مع حضرتك او بسجل برنامج، لا انا ما بيني وما بين نفسي. انت حضرتك كده بتحرق دمي، كأنا كمشجع لنادي الزمالك، انا بتحرق دمي زياده اكتر ما دمي محروق على فرقتي. انت المفروض حضرتك لما تطلع تتكلم عن نادي الزمالك تتكلم بطريقه كويسه، تتكلم تدي امل للناس اللي بتشجع نادي الزمالك، تدي روح، مش تبخس حق نادي الزمالك في كلامك. لا نادي الزمالك حضرتك مش صغير، ولا نادي الزمالك فرقه قليله ان انت تتكلم عليها بالطريقه دي. يعني حضرتك بعد ما تخلص فقرتك عن اخبارك او اخبار النادي الاهلي، تيجي ونخش بقى على نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك ونادي الزمالك الله يكون في عونه وفي عون جماهيره. حضرتك انت ما بتتكلم على نادي الزمالك انت بتتكلم على نادي كبير، فتحترم ان انت بتتكلم عن نادي الزمالك. السنه اللي فاتت حضرتك نفس الشخص اللي قلت نادي الزمالك بعيد عن الدوري، نادي الزمالك مع ان نادي الزمالك كان فارق، الاهلي كان فارق عن الزمالك ب 10 بونت في الدوري، والاهلي كان مضغوط بماتشات كاس العالم للانديه وماتشات افريقيا، وقد ايه كان راجع تعبان واللعيبه تعبانه، فالزمالك قدر ان هو يحصل النادي الاهلي وقدر ان هو ياخد بطوله الدوري. مع ان حضرتك قلت ده من رابع المستحيلات ان الاهلي ان الزمالك يفقد بقى الامل في الدوري ويركز في افريقيا والدوري بعيد عنه، والزمالك قاتل وخد الدوري. كلامي هنا مش على اهلي او زمالك، انا كلامي هنا ان حضرتك تمام لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك تتكلم بايجابيه عن النادي، تتكلم ترفع من الروح المعنويه للناس اللي بتسمعك. لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك تتكلم بروح ايجابيه، مش بروح سلبيه وروح منهزمه وان النادي ده سبب تعاسه الجماهير بتاعته، لا. اه احنا كجماهير ما بيننا وبين بعض بنزعل، بس ما نقبلش ان حد يتكلم عن النادي بتاعنا بطريقه وحشه. وبرضك بالنسبه بقى للاعلام الرياضي اللي على التلفزيون، لما يجي مثلا استوديو تحليلي مثلا مباراه الاهلي ومثلا سيراميكا كليوباترا، يطلع يتكلم الاهلي ازاي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا، ده لو الاهلي مثلا يتعادل مع سيراميكا كليوباترا، ازاي الاهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا؟ طب حضرتك ما بتديش فرقه سيراميكا حقها ليه؟ ليه ما بتقولش ليه سيراميكا اتعادلت مع الاهلي؟ ليه سيراميكا ما حاولتش تكسب الاهلي؟ ليه النقط الضعف اللي حصلت في سيراميكا اللي ما خلتهاش تكسب الاهلي؟ زي ما بتتكلم عن الاهلي تتكلم عن سيراميكا. الزمالك مثلا بيلعب سموحه، الزمالك كسب مثلا سموحه 3-1، ايه اسباب هزيمه سموحه من الزمالك؟ ليه سموحه اتهزم 3-1 من الزمالك؟ ليه ما نديش الفرق التانية حقها زي ما بتدوا فرق الاهلي والزمالك حقهم؟ فدي حاجه بصراحه يعني يا ريت نتعلم مش من اوروبا، نتعلم من الدول بره، في الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري التونسي، الدوري الجزائري، الدوري المغربي، ازاي الناس دي بتتقدم واحنا بنتاخر. احنا ما عندناش للاسف نظام كره في مصر كويس، ولا عندنا اعلام رياضي في مصر كويس، ولا سواء في التلفزيون او في الاذاعه.
عشان كلهم، انا اسف في اللفظ اللي انا اقوله، كلهم مطبلاتيه، كلهم بيتكلموا عن انتماءاتهم، مش بيتكلموا في اعلام رياضي محترم. ولو حضرتكم ناقشوني كده في الكومنتات، هل الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده موضوع حضراتكم مش ملاحظينه في الاعلام عندنا، مش موجود غير عندنا بس؟ احنا بنشوف بره في الاستوديوهات مثلا في الدوري السعودي بيتكلموا عن الفرقتين بحياديه، بيتكلموا عن الفرقتين، ايه اسباب القوه والضعف هنا، ايه اسباب القوه والضعف هنا، ليه الاتحاد السعودي مثلا ليه فرقه الاتحاد اتغلبت، ليه النصر السعودي كسب. فبيتكلموا بحياديه، بيتكلموا في يعني تبقى انت قاعد متكيف كده وانت بتشوف الماتش، متكيف كده وانت بتشوف الاستوديو التحليلي. لكن انت عارف ان عندنا هنا في مصر الاستوديو التحليلي هيخلص، هيبقى طول الساعه بتاعت الاستوديو التحليلي عن الاهلي، طول الساعه عن الاستوديو التحليلي عن الزمالك. ما بتشوفش ان هم بيدوا الفرق التانيه حقهم. فده كان موضوع مهم جدا كنت بتكلم معاكم فيه، وكنت بصراحه يعني هفضل اتكلم في الموضوع ده، وهفضل اتكلم واقول ازاي الاعلام الرياضي بتاعنا يتقدم، ازاي يحترم الناس، يحترم عقول الناس، وان احنا مش مجرد انا اسف في اللفظ، مش بهايم بتسمع او بهايم بتتفرج على التلفزيون. لا، كل واحد فينا عنده دماغ وبيفكر وبيشوفه. انا كراجل بتفرج على مثلا الزمالك وفرقه في الدوري، بكون بشجع الزمالك، بس برضه قناعة ان في واحد بيشجع مثلا سموحه، واحد بيشجع الاتحاد، واحد بيشجع المنصوره، واحد. فادي له حقه زي ما انت ما بتدي جمهور الزمالك والاهلي حقه، او تدي الاهلي والزمالك حقهم، تدي للفرق التانيه حقهم، عشان نحس ان احنا عندنا اعلام، نحس ان احنا عندنا استوديو تحليلي بجد نتفرج عليه، ده قاعد مستمتع وانا بتفرج عليه. فانا كنت مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده ويا رب يعود علينا الايام بخير، ورمضان كريم عليكم. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. وابقى مبسوط جدا 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 بمتابعتكم ليا. ويا رب تشاركوا الفيديو ده في كل حته، ولو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، وانا في انتظار تعليقاتكم. هل الموضوع ده عجبكم اللي انا اتكلمت فيه النهارده ولا لا؟ سلام عليكم.